هذه المرثية مقدمة من المملكة العربية السعودية من كلمات أبو أنس قيس محمد القشي، وهي إرثاء في والده المرحوم محمد علي القشي، ويعزي والدته وخالته وأخوانه وأخوته وجميع آل القشي وكل الأهل والأصدقاء، رحمة الله تغشاه وأسكنها الله فسيح جناته. والقصيدة تحكي وتعبر بما فيها. أداء الشاعر أبو شهاب مطر. بسم الله بدعت المقال، رب الكون مولى الجلال، سبحانه يجيب السؤال بيسمع دعاء العبيد. ما أقواه ما أعظمه، ما أساه ما أكرمه، أدعي يحسن الخاتمة لقد سار موته أكيد. ضاق السطر في قربتي وموت الأب زاد كربتي، أشكي من فراق أسرتي أو من موت أبويا العنيد. قيس القشي ينسى يقول دمعي سالي مثل السيول، حزني كل ليلة يطول والأجراح فيني تزيد. كيف مبكي على والدي يا هذا الزمان الردي، وهو زندي وهو ساعدي اللي به كسرت الحديد. موت الأب أكبر ألم خلى دمعة العين دم، والله إن فيني ندم ما مثله وحزني شديد. ذي كانوا أعز قرباه سببوا المرض ضيئته، ساندهم بأقوى قواه واعطى كل من ما يريد. لكن للأسف ما خلصوا وجميعا على بيقسوا، قهر والنهاية نسوا فضله والجمايل عديد. دخلته إلى المملكة طيرا لأجل إن ندركه، كانت حالته هالكة كان بيقل نبض الوريد. واجلس حق 20 يوم في الانعاش ولا قدر ينوم، تعب والمرض له يدوم ووجاع بترعد رعيد. وتوفى أبويا ومات وتشتت بعده شتات، كان الحزن وسط الرياد مثل النار يوقد وقيد. كان الشيخ كان الإمام ذي أذن وزكى وصام، طول الليل والناس نيام ساجد للقوي الحميد. كم حيا لخير الفلاح وكان بلال بالرباح، الصوت يجلب الارتياح وأذانه يذيب الجليد. يدعى الله ويتعبده ويلقي الفرض في موعده، بالإيمان عمر مسجده والعقل السليم الرشيد. مؤمن مهتدي متقي بالباري وقلبه نقي، فعله دائما منطقي يا عالم وقلبه سديد. واحمد ربنا واشكره بالموت الذي قدره، يهدي القلب ويصبره ذي حزنه يهد الفحيد. واعز امي الغاليه نجمة عمري العاليه، وزوجة والدي التاليه من فرقة ابويا الفقيد. واعزي جميع اخوتي كم من حيد كم من عتي، وعزي خواتي التي عافن كل فرحة وعيد. وادع الله رب الأنام أن يدخل أبويا الهمام في الجنة ودار السلام بالعيش النعيم الرغيد. واختمها بذكر النبي طه المصطفى اليعربي، يشفع لي ولأمي وبي واهلي من عذاب الوعيد.